مواصلة منا تسليط الأضواء على جماعة تنزرت في بنياتها التحتية وكذلك بإنجازات المجلس الجماعي لتنزرت. نتواجد في هذه الأثناء بالفضاء العمومي والمؤسسة العمومية والمرفق العام العمومي دار الشباب بجماعة تنزرت. تعتبر دار الشباب مرفقا حيويا يفسح المجال من الشباب، وذلك قصد اكتسابهم أمام عدد كبير خبرات وتقنيات عن طريق الممارسة للأنشطة المتنوعة، ترفيهية كانت أو علمية أو فكرية وثقافية ورياضية. وتعمل دار الشباب من وراء برنامج عملها على تعميم النشاط التربوي والثقافي والترفيهي والتكويني والمساهمة في عملية التربية الشاملة، كما تعتبر من الأسس القوية التي تعتمد عليها جماعة تنزرت في التربية تكوين شبابها وتوجيههم نحو الاعتماد على النفس والاستمرار المفيد. بالإضافة إلى هذا تعتبر مركز إشعاعي وملتقى تربوي وترفيهي، ويأتون إليها قصد منحهم التربية الشاملة والدائمة وتطوير مواهبهم وثقافتهم وترقيتها وتلبية متطلباتهم وتشجيع معرفتهم الفكرية والرياضية وتنميتها بالتوجيه الأمثل. وللتعرف على المزيد من التفاصيل والمعطيات معنا السيد مدير دار الشباب بجماعة تنزرت رشيد أبو نوح. السلام عليكم، رشيد أبو نوح مدير دار الشباب تنزرت. هذا الفضاء اللي كيتكون من جوج الأجزاء. البناية نتاع دار الشباب اللي كتكون من مجموعة من القاعات، قاعة نتاع الألعاب الإلكترونية الجيمين، القاعة نتاع الموسيقى، وكذلك قاعة نتاع الرسم والأعمال اليدوية، قاعة نتاع الاجتماعات، وقاعة نتاع التكوينات والمحاضرات، بالإضافة إلى الفضاء الخارجي اللي هو الملعب الرياضي لدار الشباب تنزرت. دار الشباب بدات النشاط ديالها 2022، كتحتضن مجموعة من الجمعيات من جامعة تنزرت اللي منخرطة في البرنامج الوطني لتنشيط دور الشباب على الصعيد الوطني، اللي كتنجز الأنشطة ديالها داخل دار الشباب في مجموعة من المجالات الثقافية الرياضية الترفيهية والتنشيطية لمجموعة نتاع الشباب نتاع تنزرت ذكورا وإناثا، اللي تقريبا في سنة موسم 2024-25 وصل العدد المنخرطين في دار الشباب تنزرت إلى 100 شاب وشابة بالجماعة. من بين أدوار نتاع دار الشباب هي تطوير القدرات الشباب في المجالات الرياضية والثقافية والفنية، وكذلك اكتشاف المواهب الرياضية والفنية واحتضان الشباب تجنبا للانحراف. بالنسبة للملعب الرياضي اللي تدشن في سنة 2024 اللي هو حديث التدشين، كتوفر واحد الملعب متعدد الاستعمالات، كتلعب فيه كرة القدم، كرة اليد، كرة الباسكيت والهوند، وكذلك كتوفر على مجموعة الفضاءات نتاع لي فيستيا ولي تواليت، بالإضافة إلى المدرج الخاص بالجمهور. بالنسبة للملعب الرياضي اللي تدشن في سنة 2024 اللي هو حديث التدشين، كتوفر واحد الملعب متعدد الاستعمالات، كتلعب فيه كرة القدم، كرة اليد، كرة الباسكيت والهوند، وكذلك كتوفر على مجموعة الفضاءات نتاع لي فيستيا ولي تواليت، بالإضافة إلى المدرج الخاص بالجمهور.